النهارده الزبون اللي مش عارف بيبقى فريسه سهله جدا لاي تاجر. النهارده لو ما عرفتش وانت رايح تشتري وعندك كم معلومات كويس جدا بيضحك عليك بيضحك عليك. علشان كده اي حد بيشوف اي فيديوهات بتدي اي معلومه يا ريت يتفرج عليها. اتفرج عليها وخد المعلومه حتى لو مش هتنفذها في الوقت اللي انت بتتفرج فيه او بعدين. خد المعلومه واحتفظ بيها. ساعدوا اي فيديو او اي حد بيطلع يقدم معلومات للناس عشان خاطر الناس تستفاد. النهارده الاسواق بقت وحشه والجشع بقى يعني حاجه صعبه جدا. انا مبسوط جدا ان بقيت وانا بقلب بشوف فيديوهات لناس كتير جدا بدات تعمل، مش هقول تعمل زي او تقلدني، بس بدات تقول ايه الفرق ما بين المنتجات، ايه الاصلي وايه التقليد. بدا يبقى فيه سوق جديد وتوعيه جديده للناس. الناس بدات تفهم وبدات تعرف وهي بتشتري، ما بقاش يضحك عليها زي الاول. الناس اللي ما بتعرفش دايما بيضحك عليها دايما. حتى لو انت رايح لحد وفي نيته انه ما يضحكش عليك، لو لقاك ما تعرفش او داخل له وانت مش عارف المعلومه بيضحك عليك، ده اكيد. لو ما ضحكش عليك في السعر بيضحك عليك في الخامه، ولو ما ضحكش عليك في الخامه بيضحك عليك في النوع. ادوا نفسكم مجال للمعرفه، تابعوا اي حد بيقول معلومات، اعرفوا عن كل حاجه. النهارده السوق بقى صعب، الغش بقى كتير وبقى بكل انواعه موجود، يا بيغشوا في كل حاجه تقريبا، لدرجه ان هم بيغشوا في الاكل والشرب ويغشوا في الادويه. علشان كده يعني اعملوا دايما دعم للفيديوهات اللي انا بعملها او اي فيديوهات شبهها. ادعموا اي حد بيعمل فيديو او محتوى كويس. اتمنى من الناس ان هي ما تتفرجش وخلاص.